طارق بن زياد هو قائد عسكري مسلم شهير من أصل بربري، ولد في القرن السابع الميلادي، تحديدا حوالي عام 670 ميلاد، يعرف بقيادته لفتح الأندلس عام 711 ميلاد، حيث قاد جيشا مسلما تحت إمرة والي شمال إفريقي موسى بن نصير لعبور مضيق جبل طارق ودخول شبه الجزيرة الإيبيرية، إسبانيا والبرتغال حاليا. أشهر ما يروى عن طارق بن زياد هو خطبته الشهيرة التي ألقاها على جيشه عند نزوله إلى الشاطئ الإسباني، حيث ينسب له القول: العدو أمامكم والبحر خلفكم، فليس لكم والله إلا الصدق والصبر، مشجعا بذلك الجنود على القتال والاعتماد على الله في هذا الغزو الكبير. حقق طارق انتصارات سريعة واستطاع بجيشه الصغير هزيمة الملك القوطي رودريغو في معركة وادي لكة، وبفضل هذه الانتصارات تمكن المسلمون من السيطرة على معظم الأندلس خلال سنوات قليلة. ورغم أن تاريخ طارق بعد هذه الفتوحات غير واضح تماما، إلا أن إنجازاته وقيادته العسكرية تعد من أبرز الإنجازات التي غيرت مسار تاريخ إسبانيا والأندلس، وترك إرثا تاريخيا كبيرا.